TMG او طلعت مصطفى، الحقيقه اهتمامنا كوزاره شباب والرياضه من البدايه ليه في هدف من 2018 ليت 2018 واحنا بنشتغل قلنا لا احنا رايحين للقطاع الخاص. الحقيقه كان في مبادره مني شخصيا ان انزل على اقابل الاستاذ هشام طلعت مصطفى واقول له انا هاجي لك واشوف منشاتك وهتصور عندك في المنشات بتاعتك واعمل بروموتنج لهذا الموضوع واساعد. وفي المقابل كخدمه مجتمعيه المهندس هشام طلعت مصطفى عمل تبرع ب50 مليون جنيه مجسد في مساعده في انشاء تحويل. عندنا جزء من الاستراتيجيه في وزاره الشباب والرياضه نحول مراكز شباب لمراكز خدمه مجتمع. على مشكله بتقابلنا وهي او تحدي، يعني مش عايز اعتبرها مشكله ولكن تحدي بيقابلنا، وهو الولاد اللي عندنا اللي موجودين في الانديه بتاعت مثلا مجموعه طلعت مصطفى سواء في نادي مدينتي او في الرحاب. لما بنديك ديبر كده احنا بنلاقي عندنا ولاد ابطال، يعني ممكن مشروع بطل سواء بطل اولمبي او في اي رياضه ايا كان، ولكن بنقابل العائق بتاع انه انا كشركه خاصه ما بقدرش اكمل اكتر من على مستوى اكاديميه رياضيه تعليميه. طيب انا كقطاع خاص مش بحمل اي عبء على الدوله، اقدر اتبنى الاولاد دول، اقدر ان انا امشي بيهم، ولكن محتاج التشريع او القانون اللي يساعدني ان اقدر اموف في الحته دي كقطاع خاص. يعني معالي الوزير شرفنا في المجموعه في اكتر من حدث رياضي عملناه السنه اللي فاتت. ايوه. واحنا اتجاهنا وتوجيه مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة والمجموعة هو السياحة الرياضية. احنا بنحاول ان احنا نجيب سياحة رياضية. السياحة الرياضية طبعا مش محتاجة اقول ايه اهميتها، ازاي الوزارة وازاي الدولة تساعدنا قطاع خاص من اول البيبر وورك ان انا اقدر اطلب ايفنت رياضي دولي. يعني هدي مثال، يمكن في رياضة احنا ما كناش متصورين انها بتكبر كده في مصر، هي رياضة الجولف. وقدرنا السنة اللي فاتت كمجموعة طلعت مصطفى نجيب حاجة اسمها الايشن تور. هتكلم بلغة لعيبة الكورة، الايشن تور هي الشامبيونز ليج بتاعت الجولف، يعني تاني بطولة بعد كاس العالم. Absolutely faultless.